عماله تقولي انت في ازمه، انت في ازمه، انت في ازمه. ماشي، انا اقول لكم الازمه اللي انا فيها. تمام. بس الاول احب ارحب بيكم واقول لكم صباح الخير او مساء الخير حسب التوقيت اللي انتوا بتشوفوني بيه. كل مره انا بطلع اضحك معاكم اهزر معاكم، بس ما قلتلكوش ايه هي الازمه اللي انا فيها علشان الكل يعرفها، عشان ما تقعوش فيها. في منا الا من رحم ربي حقيقي وقع فيها، اللي زيي. بس ربنا يعديها علينا على خير ويعديها علينا على سلام يا رب، وربنا يستر علينا جميعا. وبجد دي بجد اوقات بتيجي علينا غلطة احنا لازم نتعلم منها عشان نفوق منها. ايه هي بقى الأسباب؟ صلى على سيدنا محمد. انا كنت راجعة في مرة من العبور، وانا راجعة في طريقي كان معايا التليفون بتاعي. كل الشركة، المسؤولية بتاعت الشركة على تليفوني، لان انا كنت شغالة في الإدارة، فالتليفون بتاعي اتسرق. تمام. فالمهم الحمد لله فضلا لله عديت اليوم. فرجعت البيت انا كان معايا تليفونين، واحد اوبو صغير والتاني تكنو كبير، بس ما يشيلوش المساحة والاستخدام الشخصي بتاع الشغل. طيب وبعدين قعدت اقلب في النت، لقيت ان في شركات بصورة البطاقة. ودي المشكلة بقى ودي الأزمة. ازاي بقى؟ مثال على سيدنا محمد. المشكلة في حاجة ان صورة البطاقة دي على قد ما هي تبقى فايدة، ماشي، على قد ما هي ضرر. صورة البطاقة دي ممكن تودي في داهية. صورة البطاقة ممكن تحط صبعك تحت ضرس اللي قدامك وعلى حاجة. تمام. انت ممكن فيما بعد تجيبها مش مجرد اي ضرر. رحت جبت منتج، ماشي، آه، هو تليفون. رحت جبت تليفون، وانا بعد ما جبته ويا ريتني ما جبته حصل لي حاجات كتيرة جدا. اولا اتعثرت، اترفدت من شغل ظلم. آه، فضلا الحمد لله يعني، ربنا عوضني بالاحسن. اللهم صل على سيدنا محمد. عملت عملية المرارة، كانت ضخمت عندي وجالي التهابات. آه، تعبت. اتحطيت تحت ضغط نفسي وعصبي. صدري تعبني. دخل عليا بكل حاجة وحشة انت متخيلها. في ناس ممكن تشمت فيا انا عارفة، بس انا بقول مش ولا مش محرجة ولا مكسوفة. انا بقول علشان غيري يستفيد. انا بقول علشان انا بحب الناس ومش عايزاهم يغلطوا نفس الغلطة. برغم ان انا ممكن اتضرر، بس انا ما ذكرتش اسماء الشركات اللي انا جبت منها. بس بامانه مش ما تحطوش صباعكوا تحت ضرس حد. معاك يلزمك، معكش ما يلزمكش. معاك فلوس هات، ما معكش تستنى لما يبقى معاك وتجيب. ما تحط الصبع تحت ضرس حد مهما كان، لان محدش هيمسح لمعتك الا ايدك. محدش هيسندك غير نفسك. انت لو عملت كده هتقع، وبعد ما تقع يفترض انت جيت معرفتش تسد، هتعمل ايه؟ الحمد لله انا قادره اقف وربنا بيكرمني وبقدر اسد. بس انا غصب عني من بعد العمليات اللي انا عملتها. انا عملت عمليتين: عمليه تجمع دموي على جدار بطن الامامي، وعمليه مراره. تمام. الاتنين عملوا لي مضاعفات في الجسم جامد. رجلي بقت بتورم، مش قادره اخد نفسي، صدري تعبان. فالحمد لله والله العظيم انا ما بعرف انام من كتر ما هي صدري من هنا، صدري من هنا تقل، تقل جامد. ما بقدرش ان انا اتنفس. انا اول ما كنت بطلع السلم او بمشي
كان بيجيلي ضربات قلب سريعة، لان انا عندي ضعف اساسا في عضلات القلب، عندي ضعف في عضلات القلب. فلما عملت عملية المرارة كمان زاد عليا التعب وزاد عليا التقل في قلبي، مبقتش اقدر اخد نفسي. بس انا راضية الحمد لله، انا مبسوطة. واكتر من كده انا مبسوطة وراضية الحمد لله على كل حاجة. ممكن نبرة صوتي بتتغير شوية، انا والله ببقى عايزة اكح بس انا مش قادرة يعني ابين اكتر من كده. فالحمد لله رب العالمين. فانا طالعة النهاردة دي تجربتي بجد، ودي الازمة اللي انا بمر بيها. انا مش عايزاكم تغلطوا الغلط اللي انا غلطته. حرام، حرام بجد ان انتوا تدفعوا فوائد عالية عليكم. انتوا تقدروا تشتروا بدل المنتج 2 و3، تبقوا عايشين في قلق، تبقوا عايشين في خوف. في معظم شركات موظفينها، تمام، مع احترامي طبعا للكل، موظفينها الكل طبعا اللي تعامل مع الشركات دي فاهم المعاملة. فمفيش داعي منها، مفيش داعي منها. في اوقات موظفين يقعدوا يضغطوا عليكم ويتصلوا باكتر ارقام بتبقى قريبة ليكم عشان يقدروا يوصلوا. وضغط نفسي وضغط عصبي، ضغط نفسي ضغط عصبي. انا كنت محجوزة في المستشفى ومضغوطة لان ادفع، ملهمش فيه. مهما تصور الورق بتاعك ملهمش فيه. طلعت المستشفى، قعدت شهر تاني لان انا فعلا كنت تعبانة جدا، فكنت متعصرة قوي. لما نزلت الشغل تمام بقيت يصعب عليا القرش اللي انا شقيانة بيه طول الشهر، مطولش منه جنيه، مطولش منه جنيه. طب انا اللي عملت كده في نفسي، يبقى استاهل الضرب، استاهل ضرب الجزمة على دماغي ان انا عملت كده. والله مش مكسوفة من كلامي، انا بقول حقيقة، انا بقول حقيقة انا عايشاها مضغوطة بيها. ايوه انا فتحت القناة دي زائد شغلي، اولا علشان اكون مع متابعيني، وانا بحب الناس بجد، واحب ان أنا احكي كل حاجة انا بمر بيها عشان الناس تتعلم مني. لازم اتعلم منهم وهم يتعلموا. وبعدين فعلا هي زيادة دخل. لما انا سمعت عن اليوتيوب وكده، انا بحب المنصة دي عشان اقعد احكي كل حاجة انا بمر بيها، وانا عشان الناس بس ايه يعني تحاول تتعلم من الغلط الغير، لا عيب ولا حرام. وفي نفس الوقت هي زيادة دخل ليا. وطبعا كل ما اكبر الحمد لله يعني هي ممكن ترحمني مثلا من شغلي، يبقى شغلي بس على القناة، لان انا برضو بكبر في السن وعضلات القلب عندي ضعيفة وما بقدرش استحمل مجهود جامد عليا يعني. فهي برضو تبقى زيادة دخل زي ما هي زيادة دخل. يعني انا لسه في الاوائل، بس الحمد لله رب العالمين على كل اللي يجيبه ربنا. فانا كنت طلعت ان انا اتكلم معاكم بكل صراحه، واقول لكم الازمه اللي انا مريت بيها، واقول لكم انا بمر بايه ومريت بايه. ان انا فعلا مش من النوع اللي بحب اعتمد على حد، بحب اعتمد على نفسي حتى لو بموت. ما بحبش حد يديني حاجه، ما بحبش اخد حاجه من حد. بحب اكون انا، بالرغم ان والله ان اهلي بجد قسما بالله مش مخليني عايزيني حاجه، لا امي ولا ابويا ولا اخواتي ولا اسرتي. بس انا بحب اكون انا. لو بموت احب ان انا اكون ميته وانا في الشغل، على الاقل اكون ميته شهيده وانا رايحه الشغل، بس ربنا يكتبها لنا من الشهداء ويكون راضي عننا. فانا طلعت احكي لكم، ويا رب ما اكونش ضيفه تقيله عليكم، ودي حكايتي. فاحنا مش عيب، احنا بيجي علينا اوقات بيبقى فعلا محتاجين صوت وكده، بس انا طلعت فعلا اقول لكم، ويا رب اكون ما تقلتش عليكم. واشوفكم بخير وسلام، ومع السلامه، ودعواتكم ليا. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، واحب ان انا اكون تحت حسن ظنكم دايما. ومع السلامه.